ازيكم حبايبي، احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. من مطبخ ناني الاحلى الاكلات. النهارده هنعمل مع بعض صينيه كنافه صيامي سهله جدا، بسيطه خالص وبجد روعه. قبل ما نبدا بالفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويلا نبدا بالفيديو بتاعنا. اول حاجة بنبدأ بالشربات. الشربات بيتكون من كوبايتين سكر، من كوباية المية الكبيرة او العصير. لو انتي هتعايري بكوباية مي الشاي العادي يبقى 4 كوبايات سكر و4 كوبايات مية زي ما اتفقنا. انا هنا معانا كوبايتين سكر من الكوبايات المية الكبيرة وكوبايتين مية، وبدوب كده السكر والمية زي ما احنا شايفين كده، بتدوب بيهم خالص. بعد كده بنرفعهم على النار وبكمل تدويب السكر زي كده. طبعا لازم تخلي السكر يدوب خالص قبل ما تضيفي اي مكونات تانية للشربات. طبعا احنا هنا بيكون الشربات خلاص السكر بتاعه داب خالص. بننزل بنص عصير ليمونة. طبعا نص الليمونة انا مش بستخدمها كلها، انا كده يدوب باخد نقطتين تلاتة كده من نص الليمونة زي ما احنا شايفين كده، وبدوب كده الشربات بالليمون. وبعد ما بندوب كده الشربات كويس في الليمون، بنزل بحوالي كده نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. لو انتي مش متوفرة معاكي الفانيليا السايلة عادي خالص، ممكن تنزلي بباكت من الفانيليا البودر، مفيش مشكلة. طبعا بسيب الشربات يغلي، وبعد الغليان بسيبه لمدة 10 دقايق. يعني بعد ما الشربات يغلي بنسيبه لمدة 10 دقايق. خلاص بنطفي على الشربات وبسيبه يبرد تماما. وبعد كده بنشتغل في صينية الكنافة. معانا هنا كيلو من الكنافة. طبعا انا الكنافة جبتها وفضيتها من الكيسة بتاعتها وسبتها لمدة ساعة مع التقليب المستمر علشان تنشف معاكي زي كده. وكل ما تقلبي فيها تفضلي تفروتي فيها زي ما انتي شايفة، مفيهاش تلكيع خالص. او ممكن تفرزيها وطلعها من الفريزر وتفتوليها برضو بتبقى حلوة معاكي. وبنزل بحوالي ربع كوباية كده من الزيت، وبفتول كده اللي بغلغل كده الزيت في الكنافة زي ما احنا شايفين اهي. طبعا لازم الكنافة كلها كده تشرب من الزيت. بعد ما شربنا الكنافة كده من الزيت، بجيب طبعا الصينية اللي بنشتغل بيها. بنزل بنص الكمية كده بتاعت الكنافة. بننزل كده بنص الكمية. طبعا كمية الكنافة دي براحتك، ممكن تعملي كيلو نص اكتر، دي حسب افراد العيلة بتاعتك. انا هنا معايا كيلو من الكنافة زي ما اتفقنا، وبنضغط على الكنافة كده كويس خالص زي ما انت شايفة اهو. اهم حاجة تضغطي على الكنافة وتخليها كده متساوية زي ما احنا شايفين كده. طبعا بتحشي صينية الكنافة زي ما تحبي اولادك يحبوا. انا هنا اولادي بيحبوا الموز والزبيب وجوز الهند، فانت طبعا زي ما اتفقنا الحشوة براحتك، بتختاري حسب الرغبة. يعني المكسرات زي ما تحبي او الفواكه. انا هنا بحشيها كده زي ما احنا شايفين من بموز وزبيب وجوز هند، مش اكتر من كده. طبعا بتخرطي كمية موز كده براحتك برضو اهو. انا هنا دوت موز كبير فخرطت حوالي 7.5 من الموز. طبعا والموز بتقطعيه دواير بالشكل اللي انت شايفاه كده، وبتعبي كده الصينية بيه وبتساوي الموز. طبعا انا هنا لما خرطت 70 بقى لقيتهم قليلين، فحطيت شوية كده كمان
اهو كده بكون خلاص. وبنزل طبعا بالمكسرات بتاعتنا، جوز هند وزبيب، طبعا زي ما اتفقنا انت براحتك. وبعد كده بنزل بباقي الكنافة بتاعتنا كده. بتفرش الكنافة كده من فوق اهو زي كده. طبعا زي ما احنا شايفين الكنافة بتبقى هايشة قوي، فاحنا بنضغط عليها كويس خالص وبنسويها كده في الصينية اهو. اهم حاجة زي ما قلتلك تساوي الصينية بتاعتك كويس وتضغطي عليها كويس خالص اهو. تضغطي كده جامد، تفضلي تضغطي لحد كده الصينية بتاعتك ما تتساوى. وطبعا لما تلاقي الحتة فيها فراغات وحتة كبيرة فبتشيلي من هنا وتحطي هنا زي ما احنا شايفين كده. طبعا بكون مجهزة الفرن بتاعتنا على درجة حرارة 180، وبسيب الفرن كده تسخن كويس. وبدخل صينية الكنافة كده في الفرن. هي مش بتقعد كتير في الفرن، فبتاخد معاكي حوالي 10 دقايق او ربع ساعة لو الفرن سخنة. وبسوي كده صينية الكنافة وبنرجع كده نشوفها مع بعض. طبعا ادي صينية الكنافة بعد ما طلعناها من الفرن، شايفة شكلها في منتهى الجمال والروعة. وبعد ما بطلع صينية الكنافة كده من الفرن بسيبها حوالي يعني 10 دقايق كده تهدى، والشربات يكون بارد خالص اهو تماما كده، ما يكونش سخن ولا دافي. وبزقيها كده بالشربات، شايفة بجد يعني شايفة الكنافة بتشرب ازاي كده من الشربات. يعني مش قادرة اقولك قد ايه جميلة بجد، في منتهى الجمال والروعة. ولما تجربوها هتعجبكم خالص. شايفة ثواني كده هوريها لكم من جوه. الكنافة مفتولة كده، مش كبسة ولا لوكة واحدة اهي. نشوفها كده مع بعض. بجد يعني اجمل صينية كنافة زي ما احنا كده شايفين. يعني مش قادرة اقولك عجبت الولاد قد ايه، جميلة خالص. ويا رب يكون الفيديو عجبكم اهي. شايفة بجد ما فيش اجمل من كده. وباي باي.